كتير من المنصات لما بتيجي تتعامل مع الاي اي بتلاقي فكره انه يقول لك والله بير كريدت او توكن، يعني انت المفروض بتحاسبني بير كريدت او توكن. في منصات بتقول لك دايركت انت عندك مثلا 150 كريدت تستخدمهم وتحاول ان انت تعمل بيهم حاجات للاي اي وكده. وفي منصات تانية بتحاسبك على التوكن زي اوبن اي اي مثلا، تقول لك انت مثلا الموديل ده هتدخل له كلام بقيمه مليون توكن او تخرج منه بقيمه مليون توكن ويحاسبك على سعر معين. فمثلا بتقول له انا بحب القهوه، انا بحب الشاي، انا مش عارف اسمي كذا، انا عندي كذا، انا عايز كذا منك، انا كل الكلام اللي انت دخلته ده بيتجمع. خلينا نفترض دلوقتي ان التوكن هو الحرف بتاع الكلام بتاعك بيتجمع، لو كملت مليون حرف يبدا ان هو ياخد الكلام ده ويحاسبك على القيمه دي. نفس القصه لو هو خرج لك بقى كلام قال لك اهلا بيك يا احمد او اهلا بيك يا كذا وانا عارف ان انت بتحب القهوه او ايا كان الكلام اللي هيقوله، كل الكلام الكتير اللي هيقعد يقوله ده كل ما يخرج مليون توكن ده معناه ببساطه انه هيحاسبك على التكلفه بتاعته. طيب يعني ايه بقى توكن؟ هل هو الحرف؟ لا، التوكن ببساطة هو ممكن يكون حرف، ممكن يكون كلمة، ممكن يكون حاجات كتير جدا، بس ده بيتحدد بناء على ايه؟ بناء على الجوريزم جوه حاجة اسمها توكنايزر. اوبن اي اي او اي موديل اي اي بشكل عام عنده موديل معين بيبني ليه حاجة اسمها توكنايزر. ببساطة الكلام بيدخل كده جوه التوكنايزر، والتوكنايزر بيحدد الكلام ده كام توكن، سواء يدخل او الكلام يخرج منه بشكل عام. بناء على التحديد ده بيبدأ يوصل للتكلفة اللي هيحاسبك عليها. بس ليه التوكن مش حرف؟ ما احنا كنا قلنا خلاص التوكن حرف ونريح دماغنا من الليلة دي كلها. لو حاجة زي كده حصلت ببساطة الموديلز هتحتاج تبقى اقوى بكتير جدا وتسحب كهرباء اكتر مما بتسحب النهاردة علشان توصل لان هي تفهم اصلا الكونتكست بتاعك. فالتوكنايزر فايدته ان هو بيحاول يربط الكلام بشكل معين ويحدد توكن لكل حاجة علشان خاطر يقدر يفهم السياق. مش احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الاي اي بيفهم الكلمة اللي بعد اللي جاية بس وخلاص، هو بيخمنها، يعني بيحاول يفهم السياق بتاعك، بيخمن الكلمة اللي بعد الكلام اللي انت قلته. عشان يعمل العملية دي لازم يكون محدد توكنز، لو حددها حروف مش هيفهم بشكل كويس. فتخيل معايا هو شايف حرف الالف، طب حرف الالف ده ايه علاقته بباقي الحروف اللي بعدها؟ فده مشكلة كبيرة جدا. فبيعمل التوكنز علشان يعمل الموضوع ده، علشان يفهم الكونتكست بتاعك ويخمن الكلمة بشكل صح. عشان كده في توكنايزر كتير جدا ممكن تبقى تشوف الكود بتاعهم لو انت يعني متخصص في الموضوع ده، لو عايز تتعلم يعني. واتمنى الفيديو يكون فادك. متنساش تشترك في المجتمع بتاعنا على تليجرام وعلى واتساب. مستني رأيك في التعليقات، ولو عايز فيديوهات او محتوى مختلف قول لنا رأيك في التعليقات.